لا غير السؤال، محدش فينا عارفه، السؤال صعب جدا. ده مزايا تشالنجز، ودول أنا مريم عمرو، سينيور سيلز من شركة مزايا ديفلوبمنت. أميرة عبد العزيز، سينيور سيلز من شركة مزايا. والنهارده هنختبر معلوماتهم عن مواصلات ومطار العاصمة الإدارية الجديدة. كم عدد محطات القطار الكهربي الخفيف؟ مين اللي راسل الأول؟ غلط، لأن أنت ما خلتنيش أكمل السؤال. السؤال عند أميرة. كم عدد محطات القطار الكهربي الخفيف ال RT؟ وبدايته بتكون من محطة إيه؟ القطار الخفيف بيبدأ من عدلي منصور اللي هي السلام ولحد العاصمة. كم محطة؟ 19 إن شاء الله 19. تم تقسيم القطار المعلق أو زي ما احنا عارفينه باسم المونوريل لخطين رئيسيين، إيه هم؟ مريم؟ أكتوبر والعاصمة. اذكر 2 من أهداف إنشاء المونوريل. ان احنا نوصل الشرق بالغرب في العاصمه الاداريه، اللي هو نوصل اكتوبر بالقاهره بالتجمع بالعاصمه. صح كده الهدف الأول. الهدف الثاني، الهدف الثاني بقى لانشاء المونوريل سهوله المواصلات. هو هنعمل ايه؟ كم تبلغ مساحة مطار العاصمة الإدارية الجديدة؟ 22,000 كيلومتر مربع. غلط. غلط، ايه هم 22؟ ما 24. خلتنيش اكمل السؤال. أوكي. كم تبلغ مساحة مريم مطار العاصمة الإدارية الجديدة؟ وكم يبلغ طول وعرض حقل الطيران الواحد فيه؟ 3650 والعرض بتاعه 60. ايه هي أقرب 3 أحياء للمطار العاصمة الإدارية الجديدة؟ هنفضلوا تحت فعلا. لا غير السؤال، محدش فينا عارفه، السؤال صعب جدا. هي يبقى حي حكومي وحي مالي. معاكم 5 ثواني. استنى مريم، غير السؤال كده.